في الحلقة اللي فاتت شفنا إيه اللي حصل لزين ويحيى لما دخلوا ممر غامض. كان كل حاجة فيه بتتحرك، حتى الرسومات اللي على الحيطة كانت بتتحرك. دخلوا مكان فيه تمثال على شكل عين فرعوني، وظهرت لهم رموز على الحيطة، وحاولوا يحلوا الرموز دي، بس إيد يحيى جت على رمز غلط وكان السقف بينزل عليهم. ولما حلوا اللغز اتفتح الباب اللي دخلهم على ممر كله نور ذهبي، وقابلوا الرجل الغامض اللي قال لهم رسالة، واختفى ولقوا قدامهم رمز جديد. وزين حط إيده على الرمز. تعالوا نشوف هيحصل إيه في الحلقة الرابعة من مغامرات زين في أرض العجائب. يحيى أنا حاسس إن المكان ده شكله مختلف، حتى شوز النقوش اللي على الحيطة شكلها مختلفة. استنى، دي بردية بس محفورة جوه الجدار. وفي لحظة تظهر بردية في الحيطة، وزين ويحيى يكونوا في حالة ذهول. وأول ما زين يلمس الخريطة تحصل حاجة ما كانوش متوقعينها. البردية اللي معاهم بتبدأ تتوهج فجأة، وبيظهر عليها شكل جعران جديد مختلف عن اللي معاهم. ايه ده؟ زين ده مش شبه الجعران اللي معانا. وفجأة المكان كله بيتهز، ويحسوا ان الحيطة بتتحرك وبتقفل عليهم، وبيبصوا على الباب اللي في الممر وهم مش مصدقين اللي بيحصل. وتكون الصدمة بيلاقوا خيال جاي عليهم، وزين بيفتكروا الظل الغامض اللي كلمه. بس في لحظة يلاقي زين ويحيى الحارس المقنع اللي كان بيجري وراهم في أول المغامرة هو اللي ظهر لهم، وكانت عيونه كلها شر. بص لهم وقال لهم: انتوا فاكرين انكم بتقربوا من الحل؟ انتوا نهايتكم قربت. زين ويحيى بيبصوا لبعض صراع واستغراب، وهم مش عارفين يعملوا ايه وايه اللي هيحصل. زين ياخد ايد يحيى ويجروا بشكل جنوني، يجروا بسرعة جدا من كتر الخوف والرعب. اجري بسرعة اكتر يا يحيى، لازم نهرب منه. انا وراك اهو يا زين. ايه ده ورانا على طول، اجري بسرعة. وفي لحظة وهم بيجروا من كتر الخوف، زين ما ياخدش باله من باب مخفي في الأرض بيتزحلقوا فيه هما الاتنين. زين بيمسك يحيى ويحاول يشده، بس للأسف هما الاتنين بيتزحلقوا بسرعة لمكان غامض ومخيف، ويسمعوا صوت حارس الظلام وهو غضبان جدا عشان هربوا منه. يا ترى هيحصل ايه لزين ويحيى في الحلقة اللي جاية؟ استنونا وما تنسوش تعملوا متابعة وسبسكرايب عشان يوصلكم كل الجديد.